حصل لك قبل كده انك تقومي تنضفي البيت كله وتخليه بيلمع وترجعي بعد ساعتين تلاقيه رجع الكركب تاني؟ بتحسي انك عايشة في دايرة مفرغة، بتقومي كل يوم من النوم تعبانة وتنامي متعصبة، وكل اللي بتعمليه طول اليوم ان اوضة تتروق واوضة تاني تتكركب. لو حسيتي ان الكلام ده عنك يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنتكلم عن ليه بيوتنا بتتكركب بسرعة، وايه علاقة الكركبة بالحالة النفسية والضغوطات، وهل في كركبة داخلية بتظهر في شكل كركبة البيت، وكمان هقولك على خطوات عملية وحقيقية علشان تحولي بيتك لمساحة راحة مش مصدر ضغط. وأول حاجة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة هو ليه البيت بيتكركب بسرعة. بس قبل ما نتكلم عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة، ياريت لو أول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك باقي الفيديوهات المميزة من سلسلة البيت والنفسية. وما تنسيش كمان تشاركي الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من حبايبنا وإخواتنا، خلي الكل يستفاد. وكمان اكتبيلي في التعليقات ايه الموضوع اللي حابة نتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. ودلوقتي هنرجع نسأل نفسنا هو ليه البيت بيتكركب بسرعة. رقم واحد، علشان مفيش نظام ثابت، مفيش مكان مخصص للحاجات، اي حاجة بتتساب في اي حتة، كل يوم بنحط الحاجات في مكان مختلف، وده بيخلي الرجوع للنظام شبه مستحيل. رقم اتنين، البيت فيه حاجات اكتر من طاقته. يمكن احنا ساعات بنحتفظ بحاجات كتير ملهاش لازمة علشان يمكن نحتاجها في يوم. الحاجات دي بتاكل المساحة وبتخلي التنظيف صعب والكركبة اسهل. رقم 3، افراد البيت مش متعاونين. لو كل واحد بيحط الحاجة ويسيبها، حتى لو ست البيت بتنظف 24 ساعة، الكركبة هترجع تاني لأن كل واحد بيسيب حاجته في أي حتة. رقم 4، إحساس مستمر بالتعب والإرهاق. أوقات بيكون عندك خمول أو تعب نفسي فبتعملي اللي وراكي بالعافية وما عندكيش طاقة تنظمي، فبتسيب الدنيا تمشي كده وخلاص. تاني نقطة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة، تأثير الكركبة على صحتك النفسية. رقم 1، الكركبة بتخلي عقلك مشوش. كل حاجة في البيت بتشوش على تركيزك، وكل ما عينك تقع على كركبة بتفتكري ان لسه وراكي حاجات ما بتخلصش. رقم 2، بتزود التوتر والإرهاق. كل ما تدخلي أوضة مكركبة بتحسي بالهم والضغط. رقم 3، بتخليكي دايما متأخرة في إنجاز المهام لأنك مش عارفة تلاقي الحاجات بسهولة، كل حاجة بتاخد وقت وزيادة. رقم 4، بتخليكي تحسي انك فاشلة، وطبعا احنا ما عندناش حد فاشل ومفيش واحدة فينا فاشلة واحنا متفقين على الكلام ده، بس ده مجرد احساس الكركبة بتديهولك، مع انك بتشتغلي طول اليوم بس لما بتبصي حواليكي بتحسي ان مفيش نتيجة، بتحسي انك مقصرة في بيتك. وتالت نقطة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة، ايه هو السبب الخفي للكركبة. ساعات الموضوع ما بيبقاش في البيت نفسه، الكركبة الخارجية انعكاس للكركبة اللي جواكي. لو دماغك مش مرتاحة، مليانة أفكار، لوم، ضغط، مشاكل، كل ده بيتحول مع الوقت لكركبة في الواقع، هدوم مرمية، ورق متراكم، أو مواعين متسابة. في جملة دايما بقولها، البيت المريح مش لازم يكون مثالي، بس لازم يعبر عنك مش عن تعبك. لو كل ركن في البيت بيعبر عن تعبك وإهمالك، يبقى في حاجة أعمق محتاجة تتظبط. ودلوقتي هنتكلم عن خطوات حقيقية علشان تخرجي من دايرة الكركبة دي كلها. رقم 1، اعملي جرد كامل للبيت مرة، حتى لو كل شهرين. خدي ركن كده ركن واسألي نفسك، هل أنا فعلا الحاجات اللي فيه دي بستخدمها ولا مش بستخدمها؟ هل بتضيفلي ولا بتضغط عليا؟ رقم 2، خلي كل حاجة ليها مكان، اوعي تستخدمي حاجة وما ترجعيش مكانها بعد ما تستخدميها على طول. رقم 3، ما تبقيش انت المسؤولة الوحيدة، حطي قواعد واضحة، كل فرد في البيت مسؤول عن ترتيب حاجته، حتى الأطفال يتعلموا يحطوا لعابهم في مكانها بعد ما يخلصوا. أما لو انت مش متعودة على الكلام ده، فمش عايزاكي تحبطي، انك في البداية هيبقى الموضوع صعب شوية، ومش دايما هيسمعوا كلامك، ومش دايما كل واحد هيحط حاجته في مكانها، بس مرة على مرة هيتعودوا. رقم 4، خلي عندك نظام يومي بسيط وسهل. يعني ايه؟ يعني مثلا خليلك كل يوم زي 15 دقيقة كده ترتبي الركن اللي بيتكركب أسرع حاجة، خليه روتين ثابت زي غسيل الوش كده. رقم 5، خلي البيت يخدمك مش العكس. انتي لازم تعيشي في بيتك مرتاحة، مش دايما كل اللي شغلك ان كل حاجة تبقى كاملة وكل حاجة تبقى في مكانها. هوني على نفسك، وواحدة واحدة وبالراحة هتوصلي لكل حاجة نفسك فيها، وبيتك هيبقى مرتب وهترجعي تحسي بالراحة فيه من أول وجديد. رقم 6، نظمي مشاعرك الأول. خدي لحظة كده يوميا تهدي فيها نفسك، اكتبي مشاعرك على ورق، اسمعي قرآن، قولي ذكر معين بيريحك، أو حتى اقعدي في الشمس شوية. الراحة النفسية هتنعكس على راحة المكان. وفي النهاية عايزة أقولك إن الكركبة مش بس حاجات مرمية، دي مراية بتعكس حالتك من جوه. لو بدأتي تبصي للبيت كله كأنه جزء منك مش مجرد جدران، هتقدري تخلقي مساحة مريحة حتى لو صغيرة. البيت مش لازم يكون مثالي، بس لازم يحضنك مش يخنقك. خدي خطوة النهاردة
ولو حتى بس تنضفي ركن واحد وتسيبيه منظم. صدقيني التأثير النفسي اللي هتحسي بيه ساعتها مش ممكن تتخيليه. ودلوقتي هقولك على خطة ذكية جدا للتخلص من الكراكيب. رقم 1، انك تغيري طريقة تفكيرك. قبل اي حاجة لازم تفهمي ان الكركبة مش مجرد مشكلة في البيت، هي نتيجة تراكم قرارات ومشاعر. اسألي نفسك الأسئلة دي: ايه الحاجات اللي بتخلي بيتي بيتكركب بسرعة؟ وهل انا فعلا محتاجة كل اللي عندي ولا لا؟ هل في حاجات محتفظة بيها علشان بس تأنيب الضمير أو علشان ذكريات مش مهمة؟ رقم 2، ابدأي بركن واحد بس، مش لازم تبدأي بالبيت كله مرة واحدة. اختاري ركن أو مكان صغير، درج، ترابيزة، أي حاجة، نضفيه من الكركبة اللي فيه، تخلصي من كل الكركبة نهائي. وكل حاجة تيجي في ايدك من المكان ده تسألي نفسك سؤال: هو أنا بستعملها ولا بحبها؟ هل أنا بحتاجها فعلا؟ الحاجة اللي ملهاش لازمة إما تتبرعي بيها أو تبيعيها أو ترميها. رقم 3، اعملي 3 صناديق ثابتة في البيت: 1 صندوق للتبرع، 2 صندوق لإعادة الترتيب، 3 صندوق للقمامة، وخليهم في مكان معروف. كل ما تلاقي حاجة مش في مكانها حطيها على طول في الصندوق المناسب ليها. رقم 4، هتعملي خطة أسبوعية منظمة. خصصي كل يوم 15 دقيقة لكركبة في مكان معين. أنا هديكي مثال وانتي غيري فيه زي ما تحبي. مثلا يوم السبت هتنظمي درج معين من المطبخ، يوم الحد هتنظمي حاجات في الحمام، يوم الاثنين هتنظمي السفرة، يوم التلات الدولاب الشخصي بتاعك، يوم الأربع أكياس وأوراق قديمة، يوم الخميس لعب الأطفال وأدوات المطبخ، يوم الجمعة ممكن تعمليه للراحة أو الحاجات اللي انت هتتبرعي بيها تشوفي هتتبرعي بيها لمين، والحاجات اللي هترميها ارميها، والحاجات اللي هتبيعيها بيعيها. رقم 5، خلي كل حاجة ليها مكان. اعملي قاعدة ثابتة: مفيش حاجة تعيش بره مكانها. كل غرض لازم يكون ليه مكان ثابت بيرجع له بعد الاستخدام على طول. رقم 6، شاركي أفراد البيت. مش كل الشغل لازم يبقى عليكي. حط قواعد بسيطة كل واحد يرتب وراه. الأطفال يجمعوا لعبهم، كل شخص يرجع الحاجة مكانها بعد ما يستخدمها. مش غلط ومش عيب، ده الطبيعي اللي المفروض ان هو يحصل. اي حد بيستخدم مثلا لبس معين، ساعة معينة، اي حاجة بيستخدمها وهو نازل، لما يرجع يحطها مكان ما خدها. رقم 7، راجعي نفسك شهريا. خصصي يوم في الشهر للجرد العام. راجعي الأماكن اللي بتتكركب بسرعة واعرفي بتتكركب ليه، لأنك يمكن تحتاجي تقللي عدد الحاجات أو تغيري طريقة التخزين. ودلوقتي هقولك على نصايح بسيطة جدا بس هتفرق معاكي. رقم 1، قللي المشتريات العشوائية. كل حاجة تشتريها لازم تعرفي انت هتشتريها ليه ومحتاجاها في ايه وعايزاها بجد ولا مجرد ان انت عايزة تشتري وخلاص. رقم 2، فكري مرتين قبل ما تدخلي حاجة جديدة البيت. رقم 3، ما تتأثريش بصور البيوت المثالية على السوشيال ميديا. المهم ان بيتك يخدمك ويوفر لك راحة مش ضغط. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. عايزة اشوفكم دايما معايا ونكمل سوا طريقة تغيير خطوة بخطوة. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد يوم الأربعاء الجاي. وعايزة منكم طلب صغير قد كده: اكتبولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتحبوا اتكلم فيها، او ايه اللي نفسكم نتكلم فيه في الفيديوهات الجاية. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الحلقات اول ما تنزل. وياريت لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وتشيروه علشان يوصل لاكتر عدد من البنات والستات اللي ممكن يكونوا محتاجين يسمعوه دلوقتي. بحبكم وخليكم فاكرين دايما كل خطوة صغيرة بتاخديها بتقربك من نفسك ومن الراحة اللي تستحقيها. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.